المصرية للأتوبيس الترددي عملت أتوبيسات للنساء فقط. دي حاجة حلوة قوي وحاجة تبسط أغلبية النساء، بس هي للأسف يعني نقدر نقول حاجة مفرحة وفي جزء منها محزن. ليه بقى؟ المحزن إن أي أنثى هتيجي بعد كده تركب أتوبيس ميكس، لأن زي ما في أتوبيس للسيدات فقط في ميكس، فممكن الظروف تضعها زي كده المترو لما بتضطر تركب ميكس هتلاقي النوعية بتاعت هو إيه اللي جابها هنا، هو إيه اللي ركبها هنا، ودي قصدها ايه تركب، يبقى هي طالعه هنا يا باشا عشان هي عايزه تبقى في اتوبيس ميكس. ده طبعا احنا عارفين النوعيات دي اللي هي اصلا لا تمت للانسان بصله، احنا عارفين النوع ده اسمه ايه في قاموسنا. فهتلاقي الناس دي موجوده زي كده، ما هتلاقي واحد هيقول لك لا هي طلوعها هنا ده الحاحا منها واصرار منها على ذلك. طبعا الكلمه دي كلمه شهيره كده كانت معروفه لشيخ معروف كان بيقولها، الحاحا منها واصرار منها على ذلك ان هي تطلع اتوبيس ميكس. للاسف هو حلو ان البنات تبقى عايشه في امان وتطلع وتبقى مرتاحه، يعني هو قد ايه البعد عن بعض الرجال بقى بيدي شعور للامان، ودي حاجه مؤسفه، حاجه مؤسفه جدا ان الراجل بقى هو مصدر الرعب للمراه. يعني المراه لو ركبت اتوبيس كله ستات فهي تمام وهي في امان لمجرد وجود الرجاله. طبعا مش كله يا جماعه، في رجاله محترمه جدا واكيد يعني انا مش بعمم، انا بتكلم وبقول الكلام ده للرجاله اللي عارفه نفسها، اللي بتطلع عشان تتحرش او تعاكس او تعمل اي حاجه في الاتوبيسات العامه لمجرد ان هي فيها بنات. بدل ما يبقوا الرجاله دول مصدر للامان للبنات دي، ان مثلا يكون اقصى حاجه راجل هيعملها اللي داخل الاتوبيس ان يسرق بنت، فيبقى الراجل اللي موجود في الاتوبيس ده بيدافع عنها وبتحس بالامان في وجوده. للاسف الموضوع بقى اخطر من كده، ان وجود الرجاله في اماكن معينه دي بقت مصدر لعدم الامان وعدم الراحه النفسيه. حلو ان في اتوبيسات كده للستات، بس الوحش ان احنا بنحاول نحل مشكله التحرش والتعدي على النساء بان احنا نبعدهم عن الرجال، مش ان احنا نرضع الرجال دول للي بيعملوه. اتمنى ان ده يكون موجود. حلو ان في اتوبيس للنساء فقط، ولكن نتمنى ان يكون في ردع لنوع الذكوري المتحرش اللي معروف ان هو عامل زي علقه، اللي هي الدوده دي، العلقه اللي بتلزق في الجسم وتقعد تمص في الدم كده وما بتطلعش غير بالدم. يعني النوع الذكوري ده في منه كتير، اللي هو العلقه اللزج اللي شبه الدوده اللي ملوش اي 30 لازمه غير ان هو مقزز ومثير للاشمئزاز. يا ريت لو نخلص من النوعيه دي وبجد النساء تعيش في كوكب الارض بامان.